I'm here. أنيو تشينجوديل. أنا مي عماد، مؤثرة للثقافة الكورية. قررت وبدأت صناعة المحتوى للثقافة الكورية وعملت قناة سنة 2021، وكان هدفي أوصل الثقافة الكورية للناس بشكل بسيط ومختلف وممتع من خلال الأكل الكوري ووصفاتي للأكل الكوري، وكمان من خلال اللبس التقليدي، العادات، التقاليد، ثقافة الطعام وحتى اللغة. كل ما يخص الثقافة الكورية فيما يتناسب برضو مع عاداتنا وتقاليدنا كشعب مصري. يعني هنا مثلا كنت منظمة ورشة تطوعية مجانية لتعليم الطهي الكوري. كان معظم الحضور أطفال، وكانوا متحمسين جدا للورشة، وكانوا مركزين في كل تفصيلة بطريقة دقيقة جدا. يعني تعالوا بصوا شوفوا الطفل بيقول ايه في الورشة. الولد الأولاني كان بيحسب بالظبط مدة الطهي والتسوية، لدرجة إن هو قال لسه 6 ثواني على التسوية. جبنا الفراخ وتبلناها. جبنا الفراخ المتبلة، بعديها حطيناها في دقيق، وبعدها حطيناها على الدقيق، وبعدها جبناها وحطيناها في الزيت وسبناها 10 دقايق وطلعناها، وبعدها حطيناها تاني 5 دقايق. ليه حطيناها مرتين؟ ليه حطيناها مرتين؟ ايوه او تبقى مقرمشه. والطفل التاني ما شاء الله عليه حفظ الطريقة والوصفة. لما جينا سألناه ازاي بنعمل الفراخ اليانجيوم قال لنا الطريقة بالظبط. شاطر، خليك قايلبها شطور. ايوه انا حطيت المعلقة كمان. يلا نطلعها بقى نحطها في الطبق. حماس الأطفال هم مستنيين يدوقوا نتيجة عملهم كانت نتيجة مبهرة، وهم كانوا متحمسين وأنا كنت متحمسة. حسيت فعلا يعني وقتها إن أنا فعلا مؤثرة للثقافة الكورية. Ready. Fight. أكتر لحظة بحس فيها بسعادة أو بحس كأني سافرت بآلة الزمن لما بتفرج على الدراما الكورية، خصوصا كمان لما بلاقي دراما كورية تتناسب مع ذوقي وتفكيري. كمان بفرح قوي لما بلاقي دراما كورية فيها أكلة أو وصفة كورية جديدة. طبعا لازم أروح أطبق الوصفة أو الأكلة دي. بحس بحماس وفرحة غير طبيعية وأنا بطبق الوصفة دي لأول مرة. بحس وقتها إني مش بس بتعلم حاجة جديدة، لا كمان بفيد الناس اللي أنا اتعلمته عن طريق تجربتي بطريقة سهلة وبسيطة. بحب دايما أكون قريبة من الناس اللي بتتابعني وأتكلم بلغة بسيطة عشان نحس إننا عيلة وبنتعلم سوا. يعني مثلا أشرح الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة، وأحاول أشرح لو في بدايل للخامات ممكن نستخدمها لو متوفرة. حتى في مطعمي الأونلاين الخاص بيا بهتم بشرح كل مكون وكل وصفة. وأنا بخطط لأي فيديو أول حاجة بفكر فيها هل هيضيف حاجة جديدة؟ هل هيكون ممتع ومناسب للجمهور اللي هيشوف الفيديو ده؟ بحاول أسلوبي الإبداعي يكون مختلف عن كل مرة. بحب أجرب أفكار جديدة زي الدمج بين الثقافة الكورية والثقافة المصرية. يعني مثلا أطبخ أكلة كورية ومكونات من السوق المصري. بحب أزور كوريا. نفسي أعمل في المستقبل سلسلة فيديوهات عن كوريا من قلب مطبخ
الست الكورية من البيت الكوري، أشارك وصفات شعبية وأشرح العادات اليومية والحياتية الخاصة بيهم، أتكلم عن الاحتفالات والمهرجانات وإيه اللبس التقليدي اللي بيلبسوه في المهرجانات دي، وصنع تحديات مرحة بين المصريين والكوريين وجه التشابه والاختلاف بين الثقافتين. وصور هناك فيديوهات تخلي الناس تحس كأنها سافرت معايا. رسالتي دايما إن الثقافة جسر مش بس للمعرفة، لأ كمان للتفاهم. خلال محتوايا خلي الناس تشوف إننا رغم اختلافنا لكن عندنا حاجات كتير مشتركة ونقدر نتعلم من بعض ونحتفل بتنوعنا ده. أتمنى أكون جسر التفاهم والحب بين الشعب الكوري والمجتمع المصري. تشالجا.